على المكتب. انا مش فاهمه فيها ايه يعني لما هتقابل ابو عادل وامه. انا عارف وفاء ليه ما اختارتش واحد من العيله نعرفها بدل ما اخترت واحد من عيله البحراوي دي. عيله السناري يا اخويا، عيله السناري. بحراوي ايه؟ يا سلام، يعني انا غلطت في البحراوي والسناري او كلهم محصلين بعض. انا مش فاهمه ايه بس اللي مش عاجبك في العيله دي. احساسي بيقول كده. على العموم احنا مش هنتجوز العيله. ايوه مش هنتجوز لكن هنسيبها، يعني هيبقوا نسايبنا. بس بقى بس احسن وفاء جايه اهي. الله، شوكت انت رايح على فين؟ هجيب لكم كوبايه. ماما، هو بابا ماله؟ انت عارفه بقى الصداع اللي بيجيله ده النهارده ماسكه من اول النهار، طول الوقت عمال ياخد في دواء. ماما هو بابا ماله؟ مش عارفه يا ابني، عمال يوقع كل حاجه في المطبخ. اصله بيجيب له كوبايه ميه عشان ياخد بيها الدواء. يقوم يقلب الدنيا بالشكل ده. الظاهر انه متضايق يا شريف من حكايه عزومه العشاء بتاعت الليله دي. انا مش فاهم المشوار ده تقيل على قلبكم كده ليه؟ طب مش تحاولي تخليه يلبس بقى يا ماما؟ ما تخافيش يا بنتي، هنروح لهم في الميعاد ان شاء الله. انت عارفه هم قد ايه مهتمين بالزياره دي. انا عارفه يا حبيبتي، عارفه. انا مش قادر افهم حامل هم ايه. مش جايز هم اللي ما ينبسطوش مننا. هيجرى ايه يعني؟ يجرى ايه؟ انت عارف دول يبقوا مين؟ دول يبقوا ابو عادل وامه، يعني هيبقوا حماية وحماتي. وبعدين معاكم النهارده بقى ما تفضوكم السيره دي وتتكلموا في حاجه تانية. هنتكلم في ايه يعني؟ نتكلم في الفرح بقى. ايوه صحيح فكرتوني. هقول لهم ايه لما يسالون عن الفرح؟ هتقول لهم يا بابا انه هيبقى فرح محندق وبسيط ومفيهوش ناس كتير. انا من قيمه يومين كنت بتكلم مع واحد صاحبي اسمه مدحت الشربيني. اهو مدحت الشربيني ده بقى عنده 4 بنات والاربعه كلهم اتجوزوا. سالته عملت لهم الفرح ازاي؟ قال لك ايه؟ قال ان الفرح يا اما يتعمل في حدود العيله يا اما يتعمل في جنينه. انا بقى فرحي مش هيبقى لا كده ولا كده. انا مش هعزم الا اصحابي وبس. واصحابي مش هقدر اعزم حد منهم. طبعا تامر وانا مش محسوبين. انا كل اللي اقدر اقوله ان اختي مش عاوزه تعزمك. انا بقى كل اللي اقدر اقوله ان الحكايه هتنتهي في الاخر يا اما على 200 او 300. يا خبر، مش معقول. يا خبر، 300؟ مش معقول طبعا يا بابا. هنعمل ايه من العدد ده كله؟ الفرح ده بتاعي يا بابا، وانا مش عاوزه اعزم فيه حد غير اصحابي وبس. يا بنتي ما هو ده يبقى احسن لي، ومش انا اللي هدفع الفلوس. ايوه يا بنتي، بس ما افتكرش ان احنا مش هنعزم عيله الاستاذ مدحت الشربيني ولا الاستاذ الدلجموني هو وعيلته ولا عيله الست شفيقه اللي مغرقانا عزايم ولا ولاد الجيران اللي اتربوا معاكي. مش معقول طبعا يا وفاء يا بنتي. ومين قال ان احنا مش هنعزم عيله الاستاذ الدلجموني؟ دي حتى بنته سناء من اعز اصدقائي. طبعا لازم هنعزمهم، لكن كل دول مش هيطلعوا 300. دول بالكتير هيطلعوا 30. على العموم بقى نجيب ورقه وقلم ونحسبهم. ما تنسوش ان انا كمان عندي اصحابي عاوز اعزمهم. شوفوا بقى لما اقول لكم نبتدي من الاول. اقل عدد ممكن يحضر كتب الكتاب العروسه والعريس والمأذون. في حد تاني؟ طبعا، و2 شهود. نكتب و2 شهود كمان يبقوا 5. في حد تاني؟ ايه ده؟ معقول هنقعد نعدهم كده؟ استني بس يا وفاء، خلي ابوك يكمل كتابه. ما يمكن بالطريقه دي نقدر نوصل. انا شخصيا عملت كشف باسماء الناس اللي انا عايزه اعزمهم، بس ما اعرفش وديته فين. يا ماما كشف ايه بس؟ اكتب يا شوكت، اكتب يا اخويا. اخويا. اهو عيله الاستاذ الدلجموني وانا وانت وشريف وتامر وعم سليمان كمان وعمتي شفيقة. طيب يا ولاد، اقول لكم كل واحد منكم يمسك ورقه وقلم ويكتب كشف باسماء اللي هو عايز يعزمهم، بس يقللهم بقى على قد ما يقدر. لا انا بقى مش موافقه. هما مالهم يكتبوا كشوفات ليه؟ بمناسبه ايه؟ الفرح ده بتاعي انا، والكشف بتاعي انا لازم يكون قبل منهم. عن اذنكم. وبعدين بقى احنا هنتخانق دلوقتي؟ ده احنا لسه ما كتبناش حد وبنقول يا هادي. معلش يا اخويا معلش، اصلها عصبيه شويه. انا عارفه، بس انا وديت الكشف بتاعي فين؟ ماما انا هروح اكتب الكشف بتاعي في المطبخ، اصل انا جعان قوي. وانا كمان هروح اغير قميص واكتب الكشف بتاعي وارجع لكم بعد 5 دقايق. امينه. ايوه يا اخويا. الظاهر انهم هيبقوا 300 نفر. ابدا، ولا هيوصلوا نص العدد ده ولا حتى ربعه. والله وقعت يا شوكت، والميزانيه هتخرم وهتدفع تمن عشان 300 نفر، يعني بالعربي هيتخرب بيتي.
طول عمرك كنت بتعمل ميزانيات وما بتصرفش مليم الا في محله. الناس كلها عارفه انك راجل بتاع اقتصاد. دلوقتي مجلس العائله الموقر عاوزني امسك عمري كله اللي ضيعته في الاقتصاد واقعد اخنق فيه بايديا دول لغايه ما اطلع روحه.